السلام عليكم، ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ دلوقتي انا كنت بعمل محشي وسلقت كده ولعت على مية كرنب. كنت بعمل اكل جنبه، ده كان من بالليل يا حبيبي على بيات. وسلقت دلوقتي وقليت. دلوقتي انا بسلق في الكرنب اهو يا حبيبي. ده اول فيديو لي على القناة، اتمنى تدعموني وان شاء الله هشارككم كل حاجة في يومي. كده انا بفصص الكرنب اهو حتة بحتة، يعني بحطها بحلة وبعد كده بطلع جنب بجنب زي ما انتوا شايفين. طبعا مش بعلم حد، كلكم طبعا عارفين وشطار، بس انا بشارككم يومي واتمنى تدعموني عشان احقق الشروط. في الوقت ده كنت بعمل مسقعة. دي التقلية عملتها، تقلب فيها اهون عشان هطفي عليها. ودي الخضرة قطعتها، ودي كانت فرخ، كان ديك بلدي رومي، بلد على هجين يعني. كنت بحشيه وعاملة جنبه لحمة، بحشي الزور كده يا حبايبي. كنت عاملة خلطة الحشو دي بصلة وعلى فلفل اسود وكمون وعملتها زي مرتة كده بايديا. وبعد كده حطيت فيها شوية رز وحشيت الديك من جوه فيها. وبحشي الزور دلوقتي زي ما انتوا شايفين، مش تملوه علشان ما يفرقعش. ومية كنت حطاها، حطيت بصلة وجزراية وطماطماية كوبا صيني. كنت مخلصة ورق لورا بصراحة، فلفل اسود، وحطيت اهون وسقطت الديك واللحمة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. وجينا بقى للتقلية، خدتها في طبق. بصفي الرز، غسلته كويس وبصفيه. حطيت الخضرة، بقلب بقى. ان شاء الله يا حبايبي هتشوفوا فيديوهات في شقتي وفيديوهات عند حماتي. يعني ده تحت كده كان عند حماتي، كان يوم الجمعة. بقطع الكرنب زي ما انتوا شايفين كده وبحشي. ده كان يوم الجمعة عند حماتي يا حبايبي. انا كل يوم معاها وكده، بس ايه يعني بقى بعمل حاجات فوق وحاجات تحت، فوق وتحت واحد يا حبايبي. ودي كده قعدت احشي بقى اكمل انا مع نفسي. ودي الفرخة او الديك واللحمة كانت قربت، كانت استوت وكنت بطلعها. دلوقتي انا هحط قاعد المحشي ده شوية شوربة، طبعا مظبطة ملح وكل حاجة. بحط معلقتين صلصة زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. وكده المحشي انا خلصته، هسقيه. تسقي وتهز الحلة، تسقي وتهز الحلة عشان الشوربة تغلغل تحت كده، تبقى ايه كل المحشية يوصلها. كان لسه ديك عليه شوية سبته. كده كان معايا شوية رز، وكنت عامله لهم شوية ورق خس وقعدت حشيتهم. وده المحشي وهو بيبقبق. كان نفسي احطلكوا صوت البقبقة بتاعة المحشي، بس بقى انا معايا ربنا يخلي عيالي كان ما شاء الله عاملين صوت ازعاج. وهنا حمرت
وده ورق الخس خلصته. بس ورق الخس مش بنخلي المية تبان منه حتى علشان ما يتعجنش يا حبايبي، لان بيبقى منفوش. وفضل شوية رز، حطيت قرنين فلفل. ايوه زي ما انت شايفة انا بمشي بالكبشة اهون، يا دوب اتكي الاقي شوربة، انما مش هخلي الشوربة لفوق. وانا غطيته، وده الكرنب بعد ما نشف وهديت عليه بقى يتفقد. ده الديك حمرته جنب اللحمة. وده الاكل بتاعنا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. وبكده يبقى انا بشارك معاكم، مش شاركت اليوم كامل، بس لو انتوا عايزين اكتبولي في التعليقات. كده انا شاركت الغدا بتاع النهاردة، واتمنى الاكل يعجبكم، واتمنى اكون خفيفة على قلبكم.